يعني ايه grassroots sports marketing؟ ده مصطلح معروف في مجال التسويق كمان بشكل عام، مش التسويق الرياضي بس. حاجة اسمها grassroots marketing. grassroots marketing ده زي كده استراتيجي بتعتمد على فكرة انه يتم الترويج لمنتج او خدمة معينة مثلا، او براند معين، او فكرة، من خلال ان انا استهدف عدد قليل من الاودينس، يعني عدد قليل من الجمهور، small number، يعني just عدد صغير. وبعرف ان انا لما اوصل للعدد صغير، العدد الصغير ده من خلال word of mouth marketing او طريقة word of mouth هو هيوصلني لعدد اكبر من العملاء. يعني لما يكون في عدد صغير راضي، فهو لوحده هينشر المنتج ده ما بين الاخرين، ده هيقول لده وده هيتكلم عن ده بشكل ايجابي وده هيكتب عنه اونلاين، فكده بيصل لعدد اكبر من الناس. اكتر الكومبانيز او الشركات اللي بتعتمد على الاستراتيجي دي اللي هي small sized companies، او اللي هي الشركات اللي حجمها صغير شويه، لان هي بيبقى البادجت بتاعتها او الميزانيه very limited، فما عندهاش قدره قوي انها يعني تنفق على البروموشن جامد او الادفرتايزنج مبالغ جامده يعني، فبتستهدف الطريقه دي وبالذات اونلاين، يعني زي ما اتكلمنا على digital presence قبل كده او الحضور اونلاين. نفس الفكرة موجودة في مجال التسويق الرياضي، بس بيبقى الهدف كمان انه يحاول يزود increase participation، يعني ما بين society members او ما بين يعني الناس اللي في المجتمع ده، يزود مشاركتهم في ممارسة تلك الرياضة، لان في رياضات بتحصل على شعبية اكتر من رياضات اخرى. ففي رياضات بيبقى يعني بيحسوا ان فيها marketing problem شوية، فيها مشكلة تسويقية شوية، ان ليه الرياضة دي مش منتشرة ما بين الناس زي رياضات تانية، ليه الناس مش مهتمية بيها، ليه الناس ما بتحاولش تلعبها او تمارسها، برغم ان فيها ممكن رياضات كتير تبقى يعني very attractive ومميزة جدا. طيب خلينا نتفق اولا انه في العاب بتكون موجودة في اماكن ومش موجودة في اماكن تانية. يعني عندنا مثلا زي الهوكي، كريكت، هتلاقوا دايما في العاب بيسبول، اللي هو البيسبول الامريكي مش موجود الا في اماكن معينة مثلا، فدي فكرة انتشار الالعاب. لكن فوتبول مثلا موجود تقريبا في العالم كله، ولكن برضو على فكرة الاهتمام بكرة القدم ممكن، يعني ممكن في دول يبقى مثلا باسكت بول ليها اهتمام ما بين الناس اكتر من الفوتبول، فهي بتختلف. طيب خلينا نتفق انه في elements او عناصر معينة بناء عليها نقدر نحدد هي ليه لعبة بتنتشر عن لعبة تانية. خلينا بقى نقول العناصر دي وندي امثلة واقعية. خلينا نقول انه في حاجة اسمها affordability، وحاجة اسمها accessibility، وحاجة اسمها popularity، وفي طبعا perception، وفي uniqueness. طيب نيجي مثلا للعبة زي الفوتبول. اللعبة دي ليه بقت لعبة شعبية وانتشرت ما بين الناس في العالم كله كده؟ لانها affordable، يعني تكلفتها تكاد تكون بسيطة جدا للي عايز يمارسها. يعني هتلاقوا كده في مناطق مختلفة بيجوا الأطفال مع بعض، يجمعوا بعض، يعملوا فريق بمنتهى البساطة والسهولة، ويجيبوا كرة قدم بيكون سعرها مش غالي، وينزلوا يلعبوا ويبتدوا يمارسوا الرياضة. فهي affordable، يعني مش محتاجة مبلغ جامد الواحد يدفعه عشان يقدر يمارسها. فمن هنا زاد الاهتمام بيها، بقى في concern، يعني في اهتمام باللعبة دي لأن شخص قادر يزاولها، فبدأ يهتم ان هو يعني يشوف كل اخبارها ويعرف عنها اكتر ويقرا عنها اكتر ويتفرج بقى على الماتشز والمباريات ويروح يحضر. كل ده جه من فكرة الافوردابيلتي، او ان قدرته ان هو يقدر يمارس اللعبة، او ان هو يتحمل تكلفتها. تحمل تكلفتها وصلته لحاجة اسمها الاكسسبيلتي، انها بالنسبة له بقت accessible. اولا يسهل الوصول اليها، يعني سهل انه يمارسها. الحاجة التانية accessibility، ان هو يسهل كمان الحصول على معلومات عنها. من هنا جت فكرة البوبولاريتي، ان بقى ليها شعبية. فأي حاجة عشان توصل رياضة لفكرة البوبولاريتي او الشعبية لازم تبدأ بالافوردابيلتي الاول. اعكسوا دوت بقى على لعبة تانية زي لعبة التنس.
برغم انها لعبة جميلة لكن مش منتشرة زي مثلا فوتبول. فيتقال ليه؟ ناس كتير يقولوا اصلها غالية. في ناس يعني ده يدخلنا في perception، الادراك اللي انا قلت ان هو احد العناصر. هل الادراك ده صحيح ولا غير صحيح؟ اولا التنس بيبقى مثلا كرياضة غالية في حالة الشخص هيلعبها ككومبيتيشن اكتر، منافسة يعني. لكن لو فور فان يعني ممكن تكون تكلفتها مقبولة الى حد كبير. لكن برضو بالنسبة لآراء كتير من الناس او ادراكهم هيقولوا لا، هي يعني مش affordable زي التانية، لا unaffordable، يعني صعب تحمل تكاليفها المادية. فبالتالي الناس ما بقتش مهتمية بيها. ما هو لو حاجة unaffordable مش هيقدر يتحمل تكلفتها المادية، فبالتالي هي inaccessible، يعني يصعب الوصول إليها ويصعب ممارستها. إذا ههتم بيها ليه؟ طب وانا مادام ما اهتمتش بيها، البوبيولاريتي هتيجي منين؟ الشعبية هتيجي منين؟ شعبية اللعبة بتيجي من مدى انتشارها ما بين سكان منطقة جغرافية معينة، فهي ماديا تكلفتها عالية مثلا، فاذا مش هيبقى في اي شعبية ليها لانها مش منتشرة ما بين الناس، لان بالنسبة للناس هي inaccessible، صعب الوصول اليها، صعب ممارستها، وبالتالي خلاص مفيش اي concern، مفيش اي اهتمام بيها. فدي بتبقى مشكلة خاصة بالتكاليف، وانه ازاي بقى يتم يعني توفير لعبة رياضية بحيث انها تكون تكاليفها معقولة مثلا، بحيث يستطيع عدد كبير من الناس مزاولتها، او على الاقل الناس اللي هم promising او ممكن يكونوا كويسين في المجال ده. طب نيجي على لعبة زي مثلا باسكت بول. طب هنقول الباسكت بول طب ما هي زي الفوتبول، هي affordable، تكلفتها مش عالية، ما هي كورة برضو. لا، فيها مشكلة في الاكسسبيليتي، ما انت لازم هتلاقي فيه مشكلة في حاجة من الحاجات دي. هو الطفل او الاطفال لما بييجوا ياخدوا الكوره وبينزلوا يلعبوا بيدوروا على مكان امن سيف ومكان فاضي وخلاص كده. لكن الباسكت بول لا، ده محتاج النت، محتاج شبكه، هيجيبوها منين؟ فبقت inaccessible. الا بقى لو في مكان رياضي مجهز، والمكان الرياضي مجهز فكرة بقى هل جميع الناس بيقدروا ان هم يصلوا اليه ولا لا. فبرضه ما فيهاش نفس فكرة الاكسسبيليتي، فاذا من ناحية البوبيلاريتي مش موجودة برضو زي لعبة زي الفوتبول. طيب عشان الوقت طول، خليكم معايا في الفيديو جاي اكمل النقطة دي.